السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات شهوة زهراء. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم عصير متميز رائع خاطر بزاف، المذاق ديالو جديد بزاف. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم لانه كيجي شبيه كثيرا بالافوكا. اليوم ان شاء الله غادي نشاركه معكم وتجربوه ان شاء الله كيف ما عودتوني دائما بتعليقاتكم الطيبه والرائعه على التجربات ديالكم للعصائر. نتمنى ان شاء الله ينال كذلك هذا العصير الاعجاب ديالكم. اذا باش نتعرفوا على المقادير والطريقه ديال التحضير تابعوا معايا الفيديو وفرجه ممتعه. اذا بالنسبه بسم الله على بركه الله، اول شيء كما كتشوفوا عندي هنايا اللبن، عندي نص سيطرو ديال اللبن، ما عنديش الحليب، السيطرو ديال اللبن. عندي هنا دانون جامد بنكهه الفاني، ضروري يكون جامد وبنكهه الفاني. كما كتشوفوا ضروري يكون جامد وبنكهه الفاني. عندي واحد كاس ديال الياغورت كذلك، ولا عندكم الديسير ولا اللي متواجد عندكم بنكهه البيستاج، ضروري يكون بنكهه البيستاج. وعندي كذلك هنايا 5 المعالق ديال السكر، وعندي القرعه اختاريت هاد القرعه هذه اللي اللون ديالها غامق. هذا هو الطول اللي انا استعملت 2 قرعات فورتهم مع واحد الشريحه ديال الحامض باش داك المذاق ديال القرعه يمشي ما يبقاش باين، مع واحد الشريحه ديال الحامض وفورتهم كما كتشوفوا حتى صافي طرات ولات فتيتيه. دابا ان شاء الله باذن الله عاد غادي نستعملها. اذا غادي ندوزو للطريقه. الطريقه جد سهله بسيطه جدا. اللبن انا اختاريت اللبن لانه هو اللي غادي يختر ليا هذا العصير. بالنسبه للدانون جامد هو اللي غيتلف لي النكهه ديال القرعه. بالنسبه للسكر خصني ضروري ان العصير يكون حلو او يكون منكه بالحلاوه. بالنسبه للقرعه عندي القرعه هنايا الدوره ديالها انني غتعطيني غير اللون وتعطيني زيد تكمل ان تعطيني كذلك الختوريه. اما انا وضعت معاه شريحه الحامض اللي خلاتها وانا كنفورها باش تحيد منها هذيك المذاق ديال كيجي فور او مجهد ديال القرعه. وهذاك الياغورت جامد باش يعطيها واحد المذاق زوين ويبدل داك النكهه ديالها. اما بالنسبه للياغورت ديال الفستق باش يعطينا داك المذاق ديال الافوكا او المذاق هذاك المذاق الرائع. كنطحن كل شيء حتى هاد الحبيبات هادو نشوفهم صغيورين صافي تيبقاو يبانوا صغار بزاف. كنخليها تقريبا واحد 10 دقائق وهما كيطحنوا. كما كتشوفوا انا خليتها 10 دقائق وهي كتطحن. غادي نحل عليها. نتوما كتشوفوا القوام واللون طبق الاصل مثل الافوكا. وضروري ديروا هاد المراحل هادو، يعني الله يخليكم ضروري ان القرعه تفور مع شريحه الحامض باش ما يبقاش المذاق ديال القرعه كيضر نهائيا في العصير. الا بغيتو تصفيوها من دوك النقيطات اللي كيكونوا فيها هادو ديال القرعه. بغيتو صفيوها، بغيتو تخليوها كما هي خليوها كما هي، لكم الحريه. هاد العصير كيجي جد غزال. انتم واش درنا حنا غير السيترو، عطاتنا يطرو وشويه. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال الكويسات ديالنا. هكا كيجي عاقد وكيجي خاتر وكيجي لذيذ بزاف. مذاق القرعه ما كيجيش باين الا تبعتوا بطبيعه الحال المراحل كلها اللي انايا ذكرتها في الفيديو. نتوما كما كتشوفوا. بالنسبه للناس اللي ما باغيينش اللبن ممكن يعوضوه بالحليب، يعني ما كاينش مشكل. هانتوما كتشوفوا شحال كيجي خاتر. بغيتو تزيدوا معاه لي فخوي، شي بنانه عندكم ولا شي تفاحه ولا شي حاجه، ما كاينش مشكل. زياده الخير خيرين كما تنقولوا. الله يزيد الخير ويفيضوا ان شاء الله عليكم. نتمنى ان شاء الله حلقه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم الحلقه ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناه باش توصلوا دائما بالجديد الوصفات. شكرا للمتابعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.